يعني الروز ومن يخلطوا يخلطوا مع اللحم يعني مع اللحم. يعني مخلط مع اللحم، ولكن اليوم ما داروش لاصوص تاعو، لاصوص لا هذا كما شفنا في الكوزينه حيكون بمجموعه من الالوان. من الالوان. ايوه. هذا الطبق معروف. حتى لو تاكلوا بدون صوص بدون لحم فيه نكهه. نكهه وحتى في الصيف يعني لما تاكلوا هكذا يجي بارد شويه كانه سلطه جميل جدا. وكما تشوفوا هاي الزروديه الخردل شويه بطرف وايضا الخيار، وهو طبق صحي. هذا الطبق الاول اللي ذوقناه ما شاء الله. نزيدوا السمبوسه. هذه واسمها السمبوسه. هذه السمبوسه يعني كما تقول حنايا في البوراك تاعنا، وهما يعني نقدر نقول لك نفس الشكل. سي دي في دو ديول، يعني ورق سي دي في ليجير في دو ديول farci avec la pomme de terre et des petits pois revenus voilà et des petits pois يعني ما شاء الله فيها الذوق، فيها النكهه. الزبائن يطلبوها بزاف يعني بزاف. تقريبا حنا ثاني كاين اللي يديروا بوراك يديروا حشوه تاع فقط بطاطا مع جبن. طيب هذا الصوص الخضراء يعني ولا نغمس فوالا تقدر تغمس وتذوق، يعني فيها تجربه هكذا تاكل انك تغمس وتاكل. كما تحدثت انه اليوم نحن اصلا كجزائريين مع تطور مع البنات هما اللي ولاو يدخلوا الكوزينه مش فقط امهاتنا، فدخلوا هذا البهارات وهذا الاذواق، فعدت ما تحسش انك تاكل في طبق غريب من حيث المذاق. اكلته في الدار جميل جدا وبسيط جدا ما شاء الله. الذوق تاعو ما شاء الله. قلت لك انا عندي شويه خبره في الطبخ، يعني انا ثاني ساعه على ساعه ندخل الكوزينه طيب، فاستعمل في بعض الاحيان بعض البهارات ممكن اللي تكون خاصه بال. طيب هذا الطبق هو دالا بالاك. هذه حساء يعني فيها عدس. العدس الاحمر. ايوه مرحي مع لي زيبينار. معاه لي زيبينار وفوقه كانها صوص ميزون، شو صوص ميزون شويه لا كريم فريش، وايضا معدنوس يعني هو طبق اصلا اصبح طبق ايضا متوفر، لان اليوم في كل لي ماغازات تلقى العدس الاحمر يشريوه خاصه في فصل الشتاء، مفيد جدا للصحه، وحتى اليوم في الوقت الحجر الصحي. يلا نتذوقوا شويه. شاي طيبه الله يسلمك. نذوقوا شويه شوربه مع شويه خبز. هذا خبز ايضا هندي، خبز خاص لهم يعني واسمه نان. طيب في التندور يعني كما شافوا، لانه اعطينا لهم صور كيف يطيب هذا الخبز في التندور، يعني نفس الشيء كما اللحوم والشوربه جميله جدا. لا مطلوبه بزاف هذه، يعني الزبائن خاصه في الليل يطلبوها بزاف هذه دار بالاك هذه. وهي كما قلنا العدس الاحمر، حتى اللي جاني يقول لك انا ما ناكلش العدس التقليدي تاعنا، فيجي ياكل العدس بهذه الطريقه ومعمر يا اخي يفيدو في فقر الدم لانه معمر بالحديد من بين المواد. يعني اطباق ملونه وكثيره. لا ادري ان كان باتر تشيكن هذا سي دي مورسو دي بولي فوالا ريفوني دون دو بور، وفيه مخلط بنواد كاجو. هذا ستان بلا حلو، يعني الناس اللي ما يحبوش الحار بزاف يطلبوا باتر تشيكن. هذه راح نصدوق الصوص فقط، والاكثريه يعرفوه يعني هنا ويجي طعمته حلوه. ايوه فيه حلو تاكلوا. يا واحد اللي ما يحبش الحار يقدر ياكل. هي تكون فيها بعض شويه مع الاخر تحس بواحد الحراره، بصح ماهيش بصح الحلاوه تاعها تكون اكثر. طيب كما تشوفوا ايضا في دائما خضار، هذه الالوان اللي يلعبوا لها واللي تقدر. طيب هذا نرجعناه.
شكرا. نزيدو نشوفوا هذا الطبق. هذا سي واسمه الموتن. هذا ايضا عباره عن طبق خذ دانيو، هذا لحم خروف. لحم خروف. موتن هندي، يعني هو اسمه موتن هندي الاسم تاعو. بالخضر ايضا فيه. هذا ايضا مثل التشيكن، هذا فيه مذاق حلو كما قلنا. فيه لحم الخروف. هي هنا تشيكن، فيه دجاج، لكن في بعض الاحيان ممكن تطبخوه جميل جدا، مذاقه حلو وجميل جدا. كما قلت ديما ربما اللي يحب ياكل طبق ما فيش الحار يطلب الطبق هكذا بدون. طيب. هنا ايضا استاذ كما تلاحظوا هنا عندنا السبيتش براتير، الطبق الخاص لشخص واحد. كما نقولوا حنا بلا سبيسيال. يكون تقريبا في كل شيء. واحد معروف. ويعني الي كونسيستون، يعني الانسان ياكل. طيب درك حنا هكذا باش يزيدوا يشوفوا اكثر المشاهدين. وهو طبق فيه الالوان كثيره. حتى نبرز واحد النقطه وانت معايا. هذا كل هي انواع التشيكن، اللحم. فيه اللحم هذا فيه الدجاج. هذا اللحم ولا الدجاج، لكن فيه الالوان. هذا مثلا لون اخضر، اصفر، احمر، ويتناسق مع الالوان تاع الخضره اللي دايره. الخضر مع الديكور تاع البلا يعني. القاعده اللي معروفه انه العين تحب تاكل وتشهى قبل اللسان. ما شاء الله. هذه عباره عن سلطه منوعه فقط، نزيد نوضحوا. فيها شويه خردل هكذا، زروديه، فلفل حلو مقطع، وهذه طماطم على شكل ورده، وهذا الخيار على شكل قلوب محبتنا عليكم كامل، وزروديه على شكل ورده. هذا البيطرف ايضا، وهذا وكله غذاء صحي. خاصه حنا اليوم بزاف يحوسوا على الغذاء الصحي سواء الكبار او حتى الصغار. بالتاكيد هذا الرز اللي كليناه من قبل اللي عباره هو ايضا عن سلطه، وكما قلت هذا مجموعه من اللحم الدجاج او اللحوم الحمراء لكن بالوان. طيب السر انه اليوم المطبخ الهندي كالشعب الهندي كلباس في الهند يعتمد كثير على الالوان، وهذا اللي يميزهم واللي يخلي انك تحب تتعرف عليهم اكثر. سي يحيى، هذا قلنا هذا اللحم. ايوه اللحم. يعني تقدر تقول شغل شيش كباب تاعنا. هذا شيش كباب بالطريقه الهنديه. التتبيله تاعو مش غريبه علينا كما قلت، لانه اصبحنا احنا ناكل هذا التتبيله. فيها مجموعه من التتبيلات، فيها ممكن الكمون، فيها مجموعه فيه توابل، يديروا توابل بزاف يعني. القائمه طويله كما قائمه طويله. طيب الحار وين هو؟ الاكلات الحاره هذه لاصوص اللي حكيت لك عليها حاره لاصوص هذه على كومبان يعني ترافق لا بليبار دي بلا كاع تاع في الهند. يعني هذه معروفه. يعني ممكن انا نطلب هذا الطبق وتعطيني هذا شويه صوص. اللي يحب ياكل الحار، اللي يحب ياكل طبق بدون انه يكون حار ما ياكلهاش. كيما حنا كي تدخل وتضموندي بلا ويعطيك شويه هريسه ولا شويه بيمون كيما الحار اكومباني. فوالا لانها حاره ما نعرف يمكن نقدر الحار ولا ما نقدرش. فيها شويه حلوه. هذه مش هذه رمضان لانه بالك شافني قال لك ما نشتيش الحار، قال لك الشيف نقص لي شويه الحار فيها، نقص فيها شويه الحار. جميل جدا يعني. طيب بقي هذا الطبق ما تعرفناش عليه. هذا الطبق حتى بك شوف الاواني يعني زادتها جمال جدا. عطاتها واحد البهوه، واحد الاواني خاصين بهم. لا هذا الطبق نتعرفوا عليه اكثر سي يحيى. هذا اللي قلنا باللحم، يعني مخدوم باللحم. هذا الطبق المشا اللي يكون ايضا شويه حلو لحار، شويه تلقاه شويه حار. هذا فيه الحار شويه.
لا ما فيش حار لانه انا حسيت ضامن معي لانه انا شويه نقصنا الحار لكن فيها كل الاطباق شويه حلوه. طيب كنا من بين الاطباق اللي صادفناها هي تشيكن 65 وقلت لي هذا عنده قصه. طيب انا نزيد نصدوق وانت تعطينا قصه. تشيكن 65 هذا هو تشيكن 65 هذا حار يعني هذا ذوق هذا لكن ماهوش حار ماهوش تشيكن صحيح ماهوش حار ماهوش تشيكن 65 ماهوش حار ماهوش 65. طيب اصل التسميه لماذا؟ هذا يقال ان واحد الشيف ان جرون شيف في الهند نهايه السنه كان عنده ضياف دونك عرضهم وفي السنه نهايه السنه يعني دار هذا الطبق سماه 65 مقابل على السنه هذا داروا في 1965 في 1965 نعم هذا الطبق حضروه في 1965 واعطى له الاسم على العام 65 وسماه 65 وهو الله يبارك حار مورسو دو بولي قطع من الدجاج مع صوص بالبصل طماطم وايضا الفلفل الحار الاحمر يكون مرحي يكون مرحي لانه اعطاه اللون الاحمر يعطي له اللون